السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم اماني زكريا. اتمنى اللي مشتركش عندي في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة هنملى بيتنا بالخير كله. كل سنة وانتوا طيبين. وهنعمل بقى مع بعض تجهيزات هتبقى سهل علينا جدا لو احنا موظفين او لو حتى احنا ستات بيوت بنبقى عايزين نتفرغ في رمضان للعبادة وقراءة القرآن. فالموضوع هيبقى سهل بالنسبة لنا ان شاء الله، ويبقى الحاجة جاهزة كده على السريع في الانجاز نخلصها. انا زي ما بقول لكم كده كل شهر بجيب حوالي 5 فرخات او 6 فرخات، بقسمهم معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله هنملى البيت خير. قسمناهم دبابيس وفخاد، وهنطلع كبد وقوانص وبني، وهنعمل كفتة غير الأجنحة. يعني ما شاء الله. وكمان الحاجة المهمة اللي أنا عايزة أتكلم فيها إن إحنا هنعمل وجبات إطعام، ومش هننسى أهل الخير عشان إحنا في شهر رمضان وشهر الخير. وكل سنة وإنتم طيبين. طبعا كل واحد على قد إمكانياته تقدروا تجيبوا زي ما انتوا عايزين. يعني فرخة تقدروا تعملوا كده فيها، فرختين، كل واحد على حسب إمكانياته وعلى حسب عدد أفراد الأسرة بتاعته. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الفيديو كله خير. اتمنى تعملوا لي لايك بقى، ما تنسوش. انا كأماني ما بحبش اي افتكاسات في الخلطات، او اني احط عسل بقى او دبس رمان او زبادي. انا دي الخلطة بتاعتي المعتمدة اللي انا يعني واخداها من ماما الله يرحمها من ساعة ما ابتديت طبخ، وانا ما بستغناش عن الخلطة دي. انا هيكون عندي هنا بصل وطماطم، فلفل رومي وتوم، لو حابين فلفل سبايسي حطوا على حسب الرغبة. التوابل بتاعتي هتكون ملح وفلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كاري، بهارات، كزبرة ناشفة، حبهان اكيد باودر، وجنزبيل. هي دي التوابل بتاعتي اللي انا بستخدمها، وهي دي الخلطة بتاعتي. انا كل دوت بحطه في طبق كبير وبقلبه في بعض. عايزين انتوا كل دوت وهي يعني الخضار صحيح تحطوه في الخلاط براحتكم، بس انا بفسر لكم كل حاجة عشان التصوير. هنا هيكون عندي صلصة طماطم وعصير ليمون وزيت. هي دي الخلطة المعتمدة اللي تقدروا بقى يعني لو هتعملوا الفراخ مشوية، هتعملوها صينية مع بطاطس مع خضار، هتعملوها كباب حلة، هتعملوا فيها اي حاجة، الخلطة دي هتسد معاكم وهتبقى زي الفل وهتديكم يعني تيست حلو جدا. طبعا انا هنا جبت الفراخ غسلتها كويس جدا وقطعتها فخاد ودبابيس زي ما قلت لكم. غسلتها بالطحينة، ويعني نقعتها كده بمية فيها ليمون وطحينة. الطحينة على فكرة سر جدا لإزالة الدهون، أو بتشيل الزفارة جدا، عفوا للزفارة يعني. أنا تبلت الفراخ وبس قصيت منها الحتة اللي فيها بقى لغوصة وعكة علشان المنظر ما يبقاش مش ظريف. تبلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت تحت الجلد ومن اللحم جوه نغزتها كده بالسكينة أو بعصاية الشيش، تنغزوها كده وتدخلوا فيها علشان يبقى طعمها حلو. زي ما انتوا شايفين كده قسمتها عندي 8 فخاد و8 دبابيس. احنا عدد افراد اسرتنا 5. هبتدي اقسم في كل طبق 5 دبابيس و5 فخاد. وطبعا ال3 دبابيس الباقيين من قلت لكم 4 فرخات، ال3 دبابيس الباقيين هنطلعهم اطعام. انا عايزه اقول لكم انا فكرت كتير قبل ما انزل الفيديو او اشارك معاكم حاجه زي كده، وبعدين قلت طالما حاجه في الخير يبقى لازم يعني اعملها. اي حد يشوفها يغير مني او يعمل زي بصراحه انا شفت كده وحبيت ان انا اعمل زي صاحبه الخير اللي هي عملته. يعني غيرت منها بصراحه في الخير. قسمت زي ما انتوا شايفين البانيه، قسمته كده طبقين لكل حد مننا في الأسرة قطعتين، وطلعت برضو قطعتين إطعام. هيبقى عندي هنا أدي 3 دبابيس و3 فخاد، أدي 6 و2 بانيه، أدي 8 وجبات إطعام. الأجنحة بقى عايزة أقول لكم أنا ابني بيحبها جدا، والكبد والقوانص وبقية القطع البانيه اللي هي بتبقى الطرية دي هتعملوها ستريبس، تقدروا تعملوها كفتة.
يعني ما شاء الله من 4 فرخات أخدنا 7 وجبات للبيت بتاعنا لبيتنا، وأخدنا زي ما قلت لكم 8 وجبات إطعام. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وتعملوا زيي ونعمل الخير. إحنا في شهر الخير، كل سنة وانتم طيبين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير كتير كتير عشان الناس تعمل زينا. كل سنة وانتم طيبين.